اوعي تقولي انك لسه في البيت. انا لسه والله في البيت، اصل حصل لي مشكله امبارح نعم يا اختي، احنا مش متفقين ان الميعاد الساعه 9 بالظبط؟ بتستهبلي ولا ايه؟ لا والله العظيم انا غصب عني، انا تقريبا محبوسه. ماما رجعت امبارح بالليل واتخانقت معايا خناقه كبيره وحلفت عليا ما انزلش. ماما واقفه لي على باب البيت. جاريه منا، المفروض انا اصدق لعب العيال ده؟ والله العظيم انا ما بكذب، لو مش مصدقني ابعت نوع خليها تشوف بنفسها. ماما شاكه يعني انه في حاجه غريبه بيني وبينك، بتقول يعني ايه اللي يخليه يجي ويقول لي الفلوس دي هو اللي اداها لك. الله، ده على كده ماما شديده قوي. ايه يا منا؟ ورحمه ابويا انا ما بكذب، هو ده اللي حصل. انت يا بت فين اختك؟ اوه باذن الله. تعالي يا اختي. في يا ماما بتكلميه طبعا، بتكلميه. انا اللي غلطانه، الباب ده هيتسنكر بالطوب. طب ما تشنينا بايه شربات احسن. تحيا عليه، ما هو في ايه؟ هاتي ده وانتي هاتي ده، ما هو ده اللي بوظكوا. يلا يا اختي، ومن هنا ورايح هتبطلوا تستغفلوني. هقفل الباب عليكم بالمفتاح، راحه مشوار وابن خالكوا هيجي يقعد معاكوا، على الله حد فيكم يعمل حاجه غلط. رايحه فين على الصبح يا ماما؟ مالكيش فيه يا اختي، راحه فين وجايه منين؟ جاتك نيله. هي مالها دي؟ خير، ايه اللي خلاك تيجي البيت من غير ميعاد ولا تليفون؟ قلت لاهلك؟ لا الصراحة لسه. مش قلت لك ما اشوفش وشك غير واهلك في ايدك؟ أنا رحت أطمن على أنا، وقلت يعني يبقى في وجودي، لأنها ما ظهرتش في الجامعة بعد اللي حصل، وكنت حاسس إنها مش هتظهر برضه. بقول لك ايه، كلام السهواكه ده ما يخلش عليا. اطلع. أطلع فين؟ على بيتكم. بيتنا ده اللي هو إزاي يعني؟ ما هو يا توديني بيتكم واشوف حد من اهلك، يا قسما عظما ما هتشوف انا تاني بعينك. استني بس، أنت عاوز أهلي تقول لهم إيه بالظبط؟ اطلع اطلع. هو يعني ايه مديرك في الشغل يقول انه دفع لك مبلغ زي ده منه؟ يعني ما يخصكش يا كرم، مش عشان نعيمه فضفضت معاك بكلمتين على قد فهمها تقف انت فوق دماغي وتحاسبني. انت ايه طولة اللسان اللي بقيتي فيها دي يا بت؟ اصل انت اخر واحد تتكلم معايا وتسالني اصلا. طب هي ام انت ايه؟ انا ابن خالك اروح امك وفي مقام اخوكي دلوقتي وبسالك. صلوا على النبي يا جدعان، في ايه؟ وهو كان دفع الفلوس بجد يا كرم؟ ده بيقول كده وكده يعني انه دفعهم. الموضوع كان يبقى فيه ان لو كان دفع الفلوس من جيبه، لكن ده بيساعد ام واحده معاه في الشغل عادي يعني. الكلام ده محدش يفهمه هنا يا هنا، عشان الدماغ الشمال هتفضل طول عمرها شمال، واللي ماشي في سكه بطاله بيحسب ان كل اللي حواليه زيه. انا مش عايزه اتكلم، سيبوني ساكته. اللي هو اليومين اللي كنتوا غطسانين فيهم انت ونعيمه، رحتوا فين بجد؟ اتفضلي. ده بيتكم؟ اه. طب رجعني من مطرح ما جبتني. يلا. ايه الجنان ده فيه ايه؟ جنان؟
انا اللي مجنونه ولا انت اللي بتستعبط؟ عايز تناسبنا ليه؟ انت عارف ان احنا من الوراق، احنا فين وانت فين؟ ايه الكلام القديم ده؟ عادي يا ست، في ايه؟ الدنيا مبقتش زي ما انت فاهمه. واحده زميلتي في الجامعه وعجبت بيها وجيت لك، ما لعبتش عليها من وراكي، الحق عليا يعني؟ لا انساها خالص. هتوصلني ولا خدها مشي؟ يعني حضرتك كده بتقفلي على الموضوع؟ يا طنط انا ما بهزرش. انا مش طنط، قلت لك قبل كده انا مش طنط. ايه ده؟ ده مازن؟ ومين اللي واقفه معاه دي؟ مش عارف يا فندم. طب انت على مليك عشان تاخد الحاجات معاك. حاضر يا فندم. مازن، ماما ماما، هي مريم الموج امك؟ مساء الخير. اهلا. مش تعرفني؟ مدام نعيمه. اهلا وسهلا بيكي. مين مدام نعيم؟ قول لها مين مدام نعيم؟ انت. هو في ايه يا مازن؟ مدام نعيمه هتبقى والده واحده زميلتي في الجامعه اسمها هنا. انا اتقدمت لهم وان شاء الله هنزورهم قريب. يا اهلا وسهلا بيكي يا مدام نعيم. الحقيقه انا يعني مش فاهمه في ايه بالظبط، بس ما يصحش كده، اتفضلي نتكلم جوه. لا انا حضرتك كنت جايه اشوفك بس، لكن لو الكلام جد انتوا اللي هتشرفونا ان شاء الله، والكلام يبقى عندنا. هتوصلني ولا خدها مشي؟ اتفضلي طبعا. لا يا حبيبتي، سيبي لي مازن انا عايزاه. امين هيوصلك. يا امين، ايوه يا فندم. وصل الهانم لحد باب بيتها. حاضر يا فندم. لحد باب بيتها. اتشرفنا بجد، فرصة سعيدة قوي. هنتقابل قريب إن شاء الله. ان شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني جوزك دلوقتي عارف يا عبير؟ عارف انت فين؟ بتعملي ايه بالظبط؟ حضرتك انا اتكلمت معاه. ووافق؟ ما عندوش مشكلة؟ لا هو كان رافض في الاول يعني، بس انا ووفاء ضغطنا عليه واقنعناه. بس احنا محتاجين الشغل ده قوي والله يعني، واي قرش هيجي منه هيساعد في البيت، بالذات كمان على الموضوع ان